عمل ده سوى. انتوا ايه؟ انتوا ما بتحسوش؟ دي حاجة. الحاجة التانية، سمعت واحد بيقول يعني انت عامل فيها دلوقتي شخص يعني احنا بنحبك وكل حاجة، لكن انت عامل فيها بقى بطل وشجاع. انت ناسي ان في ناس هتزعل منك وكده الناس مش هتشغلك، وانت عندك منتج صارف ومخرج صارف والممثلين اللي معاك، وايه يا عم الحاجات دي؟ انت كشخص عندك في بيتك صناديق مليانة فلوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم من جديد على قناة سوبر دوجي أم بدر. بصراحة وحشتوني جدا من آخر فيديو أنا عملته على القناة بتاعتي. النهاردة جاية لكم بموضوع مهم جدا. هل أنتم مع أو ضد؟ مع إيه وضد إيه؟ تابعوني للآخر علشان تعرفوا أنا هقول إيه. ولو اول مره ان شاء الله لو شفتوا قناتي ما تنسوش تتابعوني باللايك والاشتراك عشان يوصل لكم ان شاء الله مني كل جديد. النهارده جايه لكم بموضوع يخص الممثل الشاب محمد سلام. محمد سلام انا شخصيا معرفوش غير شكله بس، لكن معرفش اسمه، مش حافظه اسمه. طلع لنا بفيديو من يومين تقريبا بيتكلم وبيقول فيه ان هو بيعتذر عن حضوره لحفل مسرح تقريبا في الرياض بالسعودية، وانه ما ينفعش يروح يضحك ناس ويضحك ويشتغل وكأن مفيش حاجة حصلت ويضحك الناس ويشوف الأحداث اللي بتحصل حوالينا دلوقتي والأحداث اللي بتحصل في فلسطين. يعني عنده من جواه، يعني من الآخر واحد عنده دم، حاسس باخواته واصدقائنا اللي موجودين وكل يوم بيروح منهم عشرات وهم مش حاسين. فكان عنده في اعتقاده ان في دلوقتي حالا بيتم مهرجان مش عارفه ايه وايه، انا مش حافظه الحاجات دي من الاخر، بس في مهرجانات كان هو عنده اعتقاد ان هم هيلغوا تضامنا مع الاحداث اللي بتحصل حاليا، فبالتالي ما كانش فيه الغاء للمهرجانات. فهو طلع بفيديو وقال يا جماعه انا بعتذر عن الحضور المسرح ده وما ينفعش اطلع اضحك الناس وانا شايف اخواتنا بيروحوا. في ناس طلعت وقالت ان انا ضد الموضوع ده. ازاي يطلع محمد سلام ويطلع ويقول يعني ايه؟ الناس دلوقتي بتقول ايه؟ ياه ده بطل، ده شجاع، ده نازل، ده اتعمل، ده سوى. انتوا ايه؟ انتوا ما بتحسوش؟ دي حاجة. الحاجة التانية، سمعت واحد بيقول يعني انت عامل فيها دلوقتي شخص يعني احنا بنحبك وكل حاجة، لكن انت عامل فيها بقى بطل وشجاع. انت ناسي ان في ناس هتزعل منك وكده الناس مش هتشغلك، وانت عندك منتج صارف ومخرج صارف والممثلين اللي معاك، وايه يا عم الحاجات دي؟ انت كشخص عندك في بيتك صناديق مليانة فلوس. هل انت ضامن بعد ساعة، بعد ثانية، بعد يوم، بعد سنة ان هل انت هيفضل حالك ده زي ما هو؟ ممكن في لحظة بنفخة هوا بطريقة طبيعية من عند ربنا يطيرك انت واللي معاك. وبدليل اللي حصل في ليبيا، الإعصار اللي حصل في ليبيا، وكانت الناس بعد ما الدنيا خلاص فاقت، الناس فاقت بقى وبقوا يشيلوا الناس من تحت الأنقاض، لقوا دهب وفلوس وحاجات متحوشة. هي الناس اللي حوشتها دي كانت فاكرة إنها لسه هتعيش وتصرفها؟ ما كانش حد ضامن، محدش ضامن رزق بكرة. أنا برد على الناس اللي بتقول إن كلام محمد سلام غلط وإنه غلطان إنه طلع اعتذر، لأن الراجل عنده دم بيحس. دي حاجة. على النقيض الآخر، إليسا أنا لا بسمع لها
ولا اساسا يعني هي انا بعتبرها مطربة، لا ما بعتبرهاش مطربة، لكن هي في النهاية حبيبة ناس تانية كتير. انا بعتقد لو بسمع لها مثلا صوت وانا ماشية بعربية ولا ماشية في طريق وبسمع حد بيسمع لها، ان صوتها عبارة عن عارفين الآلات الموسيقية اللي بتطلع وبتنزل، هي دي اللي بتظبط صوتها. بس انا مش هتكلم عن موضوع صوتها ده خالص. إليسا الست الخمس نجوم زي ما احنا بنقول، راحت عملت حفل في ألمانيا، فعلشان يا عيني بس كده عشان خاطر ايه، لحفاظ ماء الوجه، طلعت عملت دقيق احداد في ألمانيا. دقيق احداد طبعا انا مش هعلق على لبسها، انا ليس لي علاقة بلبسها وبطريقتها والكلام ده كله، وهي مبتسمة، طالعه مبتسمه قدام الجمهور، دقيقه احداد على اللي بيحصل لاخواتنا ومش عارفه ايه، مبتسمه. وبعد الدقيقه رقصت وغنت وحصلت ويعني الدنيا تمام، ما فيش اي مشكله. الناس طلعت وقالوا لها ازاي تعملي كده وتروحي وتعملي؟ قالت لهم لا ده لقمه عيش، كنت انت هتجوعي لو يعني ما عملتيش حفله او حفلتين في الفتره اللي احنا فيها دي، واخواتنا عمالين يطلعوهم من تحت الانقاض، اطفال وستات وشيوخ وشباب، كنتي هتجوعي ولا كان هيحصل لك حاجه لو انتي بطلتي ما عملتيش حفله في المانيا واتنططتي ورقصتي ايه يا جماعه؟ انا ما اعرفش ديانتك ايه، بس انا فعلا يعني انا يعني في اعتقادي ان انتي ديانه مسيحيه، بس احنا مسلمين ومسيحيين بلاد عرب، احنا عرب، يعني لو في حرب دلوقتي مفيش فرق ما بين المسلم والمسيحي. فازاي انتي ما كنتيش حاسه بالموضوع ده، او الموضوع ده مش فارق معاكي؟ كان فارق معاكي بس الملايين الدولارات اللي انتي هتعبيها معاكي وانتي ماشيه عشان البوكيت ماني بتاعك. هل بالتالي أليسا عملت الصح لما راحت شافت شغلها ولقمة عيشها بالطريقه بتاعتها ونسيت اللي بيحصل في في فلسطين؟ هل محمد سلام لما اعتذر انه يروح علشان ما يضحكش الناس، واعتذر انه يحضر ومش قادر من جواه انه يضحك الناس ويقول كلمتين يضحكوا، بالرغم اللي بيشوفوا على السوشيال ميديا كل يوم على الله بنبص على الاحداث اللي بتحصل بالشكل الرهيب ده، وما عندوش احساس ان هو يطلع حاجة يضحكها للناس؟ هل الراجل ده غلطان عشان ما راحش لقمة عيشه؟ انا عايزه اعرف تعليقاتكم. انا عن نفسي مع محمد سلام في رأيه، عايزه اعرف انتوا بقى تعليقاتكم، بس بدون كلام جارح، افهموا انا قصدي ايه، وانتوا لو مش معايا في نفس الحوار قولولي رأيكم. تحياتي ليكم، سوبر دودي أم بدر.